يأتي شخص ويقول لي مثلا ان فلان انا رحت عنه لان كذا كذا، ورحت عنه مقنعه جدا ومنطقيه. يقول بس اشتاق له وابيه، هو ما يبيني. اقول هو ما يبيك؟ يقول لي ما يبيني، ساعدني ارد له. قلت هذا مش شغلتي. انت لما تطق بابي انا تهمني راحتك، فانا ارضي الله وضميري. وين راحتك، معاه ولا بدونه؟ انا ما راح اشوفك منتكس معاه واقول لك ترد له، لان هني انا خنت العهد. وهذا في ناس وايد مع الاسف، ناس من ضمن نفس المجال يجون مع الشخص يحاولون يساعدونه رغم معرفتهم ان العلاقه هذه سامه. فيقول دام انه هو يبي. يا اخي وين عهد الله وميثاقه؟ وين شرف المهنه؟ وين العهد اللي قطعت على نفسك؟ وين القسم؟ فانا ما راح ادادي احد. لما تدخل على دكتور احمد او طبيب، الطبيب يعالجك حسب معرفته ولا حسب كيفك؟ حسب معرفته. حسب معرفته. ما راح تدخل وانت تعبان وتقول له عالجني ابي كذي وكذي وكذي، ما يصير. فلما تأتيني أنت وأنت أساسا تعيش وغارق في علاقة سامة، ما راح أقول لك ما يخالف تحمل وأصبر. هذا أنا أكون كذاب. نفس اللي يقولونه وايد ناس من الاستشاريين، ما عليه تحمل أصبر. يا أخي مفهوم الصبر هذا لازم يتغير عندنا. الإنسان ما يصبر على شيء يقدر يغيره.